سلام الله عليكم إخواني أخواتي. وجهت النيابة العامة على مستوى مدينة فاس تعليمات إلى الضابطة القضائية من أجل فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب انهيار بنايتين متجاورتين، وهو ما تسبب في مصرع 22 شخص إلى حدود الساعة. النيابة العامة بمدينة فاس دخلت على خط الفاجعة التي هزت العاصمة العلمية، حيث أعطت تعليمات من أجل البحث في التراخيص والتصاميم التعميرية. وينتظر وفق تعليمات النيابة العامة بفاس أن يتم الشروع في الاستماع إلى المسؤولين عن قسم التعمير في الجماعة، إلى جانب مختلف المتدخلين والسلطات المرتبطة بالتعمير. وفي السياق نفسه استنفرت هذه الفاجعة خالد أي طالب ولي جهة فاس مكناس، الذي عقد اجتماعا موسعا ومستعجلا هذا الصباح بحضور كل من مدير العمران والوكالة الحضرية والسكنة والتعمير وممثلي السلطات المحلية وعدد من المتدخلين. ووفق المعطيات الأولية، فإن الاجتماع المذكور جرى خلاله التشديد على التحقيق في التراخيص الممنوحة وتحديد المسؤوليات في منح الرخص ومراقبة الأشغال، مع العمل على حصر لائحة المباني تفاديا لوقوع أضرار أخرى وانهيارات في المنازل. وقد نقل الأشخاص المصابون إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس للخضوع للفحوصات اللازمة وتلقي العلاجات الضرورية، فيما تتواصل إلى حدود الساعة عملية البحث لإنقاذ وإسعاف أشخاص آخرين يحتمل وجودهم عالقين تحت الأنقاض. والسلام عليكم إخواني أخواتي، نوافيكم بكل التفاصيل الجديدة إن شاء الله.